ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل النهارده ان شاء الله بسبوسه الحلواني واجمل مليون مره من الحلواني. علشان طبعا احنا عارفين احنا عاملينها بخامات ايه، وكمان ظابطين سكرها زي ما احنا عايزين. شايفين لونها من جوه زي من بره، وطعمها ولا اجمل ولا اروع من كده. يلا بينا نسمي الله ونشوف عملناها ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. انا هعمل هنا معاكم مقادير تكفي صاج 30 في 40 عشان لو عايز تعملي اوردرات او تعملي كميه كبيره. وبعد كده هحط لكم برضو في صندوق الوصف مقادير صينيه مقاس 30 عشان لو عايزه تعملي مقدار اقل بنص كيلو سميد. حطيت في الكسرولة هنا كوبايتين من السكر، وحطيت عليهم نص كوبايه ميه. هحط عليهم معلقتين كبار عسل جلوكوز، والعسل الجلوكوز ده بيخلي قطعه البسبوسه كده متماسكه وزي بتاعه الحلواني بالظبط. علشان تسهلي موضوع العسل الجلوكوز وانت بتطلعيه بالمعلقه، ممكن تحطيها بس في الزيت كده وبعد كده تطلعي بيها العسل عشان يكون سهل عليك. خدت المقدار ده وحطيته على النار، وهنوزن دلوقتي مقدار السمنة واللبن. السمنة معانا هتبقى مقدارها 225 جرام، واللبن برضو 225 جرام. طبعا انا مستعملة سمنة بلدي بقري، بتكون حلوة جدا في الحلويات وريحتها تحفة وطعمها تحفة. لو عايزة تستخدمي اي نوع سمنة عندك مفيش مشكلة خالص. 225 جرام و225 جرام من اللبن. وزي ما قلت لكم هسيب لكم المقادير برضو في صندوق الوصف للصينية مقاس 30. علشان هنا انا عاملة المقدار عاملاه مرة ونص. الصاج 30 في 40 بياخد مرة ونص بالظبط من الصينية مقاس 30. ده السكر والعسل الجلوكوز والمية رفعتهم على النار. ما بقلبش فيهم خالص غير لما يبدأ السكر يدوب، ببدأ اقلب فيه بقى. وهفضل طبعا معاه لحد ما الاقي اللون بتاع الكراميل اللي انا عاملاه ده، اللون اللي انا عايزاه للبسبوسة. مش عايزة طبعا ازود النار عليه قوي، مش عايزة اللون يبقى بني غامق قوي. علشان لو غمق قوي الكراميل ده هيمرر وطعم البسبوسة هيمرر معاكي. اللون كده ذهبي وجميل جدا زي ما انتم شايفين كده، مش غامق ومش فاتح. لو فاتح طبعا مش هيدي اللون اللي احنا عايزينه، ولو غامق زي ما قلت لكم هيمرر معاكم البسبوسه. دلوقتي هبدأ احط السمنه وبالراحه خالص بقى في الخطوه دي كده. بقلب ومهديه النار تحت خالص علشان ما فيش حاجه تفور على ايدي. بعد السمنه ما بتدوب كده مع المقدار بتاع السكر، هجيب اللبن واكون مدفياه كويس جدا. علشان بس الخليط ده ما يقفش قوي، يعني هو كده كده هيقفش حاجه بسيطه زي ما انتم شايفين كده. لكن لو اللبن ساقع هيقفش اكتر وتقعدي تقلبيه فيه مدة اكبر علشان تفكيه. فيفضل ان انت تكوني مسخنة اللبن، مهديه النار زي ما قلتلكوا عشان شايفين الفوران اللي بيحصل ده. وهنقلب بالراحة خالص لحد ما يفك معانا ويبقى بالشكل ده كده. هنسيبه بقى لحد ما يكون دافي كده، مش ساقع ومش سخن، قبل ما نحطه على السميد بتاعنا. انا النهارده استخدمت دقيق دوبيلا اللي هو سميد البسبوسة بتاع دوبيلا. بس طبعا الدقيق السايب بيكون حلو جدا برضو، وانا مجرباه كذا مرة وبيكون تحفة جدا. لكن انا ما لقيتش بصراحة جنبي خالص دقيق سايب فجبت دوبيلا. هحط بقى 750 جرام اللي هو كيلو الا ربع من السميد. وعايزة اقول لكم برضو ان هو نتيجته جميلة جدا، والكيس كان تقريبا ب45 جنيه او حاجة زي كده. هحط كمان 3 معالق جوز هند، وممكن ان انت تستغني عنهم براحتك. هقلبهم بقى مع السميد كده. وبعد كده هجيب الخليط بتاع الكراميل. هو دلوقتي دافي، مش سخن خالص علشان برضو ما ينشفليش البسبوسة، ومش ساقع. الدخان بس اللي طالع ده عشان الجو ساقعة، وهو دافي فلما ينزل طبعا على السميد وهو بارد بيعمل الدخان ده. لكن ما تحطوش وهو سخن. هقلب بقى بالراحة كده، ومش هقلب كتير خالص علشان البسبوسة ما تعضمش وتنشف كده وتعمل زي العيش معانا. هنقلب لمجرد بس نخلط المقادير دي مع بعض ونبطل على طول. لونها وطعمها على فكرة، يعني انا دقتها كده وهي لسه حتى ما دخلتش الفرن، طعمها تحفة. شايفين لونها جميل ازاي؟ هو ده السر بتاع بسبوسة الحلواني، ان هي تطلع اللون من جوه زي بره كده بالظبط. وطعمها بيكون احلى بكتير بصراحة من لما بتتعمل بالسكر على البارد. الصاج بتاعي دهناه كويس جدا بالسمنة، وحطيت فيه بقى الخليط. والصاج زي ما قلت لكم مقاس 30 في 40. انا ما بحبش قطعة البسبوسة تكون تخينة، يعني هو الصاج ده ممكن ياخد برضو الكيلو السميد ويكون مظبوط فيه. بس القطعة هتبقى تخينة شوية. انا ما بحبش خالص حكاية ان البسبوسة تبقى تخينة الصراحة، يعني بحب القطعة كده تبقى رفيعة ويكون السمك بتاعها حلو. هنا حطيت رشة لوز.
هو اللي كان عندي بصراحة. انا في العادة بحط بندق بس مش مشكلة، اللوز برضو جميل جدا معاها. وبعد كده بخبطها خبطتين كده على الرخامة، والخطوة دي ضرورية جدا للبسبوسة. دخلتها الفرن على درجة حرارة 180 او 190، الشبكة في النص، وخدت حوالي من 25 ل 30 دقيقة. انت في النص كده بعد 20 دقيقة دوري برضو الصاج علشان بس تتحمر من جميع النواحي زي بعض. ولو لقيتي ان فوق شوية الوش عايز تحمير، شغلي الشواية نص دقيقة بس وانت واقفة. دلوقتي هنعمل الشربات بتاعنا. حطيت كوباية ونص من السكر، حطيت عليهم 3 كوبايات الا ربع مية، وبعد كده رفعتهم على النار. حطيت طبعا عصير نص ليمونة ورفعتهم على النار، واول ما يبدأ يغلي كده غلوتين 3 بطفي عليه على طول. بعد كده البسبوسة خرجت معانا من الفرن، شايفين لونها تحفة ازاي وجميل. بسقيها على طول بالشربات، والبسبوسة سخنة والشربات بتاعي سخن. هي بتاخد كمية الشربات حلوة جدا. وعايزة اقول لكم طعم البسبوسة جميل جدا، مش مسكرة قوي زي بتاعة الحلواني. انت متحكمة في كمية السكر اللي انت حطاها. وطبعا لو عايزة تزودي عن كمية السكر اللي انا حطاها ممكن تزودي، لكن هي طعمها كان حلو جدا والسكر مظبوط جدا جدا. شايفين الشكل والحلاوة والجمال. لو هتخرجيها اوردرات بالسمنة البلدي زي ما انا عملت كده وبالمكسرات، هيبقى الكيلو مش اقل من 250 جنيه. لو عجبتكم البسبوسة وعجبكم فيديو النهاردة، ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. اشوفكم على خير.